الدفاع تمشي الكره سي بالبقاسم سي بالبقاسم يبحث على المسانده مراد الهدلي العائد بعد الزفاف يعود للمقابله لافراح واسعاد جماهير مستقبل جبس اللي تستنى منه الكثير، لكن مع الترجي من غير رحمه الى وش قلت دائما انه يبقى في الصداره. هذه كره من موجود من البوسليمي ثم ترجع لزيد الشاوش الى السيمبل بالقاسم مقطوعه تغطيه ممتازه عجود عفيفه شمالي كره تعود من شك مدينه كونتر الخط لكن يقطعها المسكيني درامي في مره اولى ثم مره ثانيه يتخلص سرعه ممتازه والحكم شنو يقول ثم ممكن يعني صارت يعني تدخل نوعا الليبي حمد الهوني يتخلص مره اولى ثم مره ثانيه والمخالفه يلوج انه يدير هنا في اولمبي جيبس، لكن لحد الان ثم صمود ووقفه حازمه لابناء السليزه الاسرائيلي وايضا فراس والمسلمي. مخالفه كفروم لسعد بكير. امير العيادي نبه او يعطي المسافه القانونيه تنفيذ الصعود مرقه من فراس خومه بالراس يكسرها المسكيني في مره اولى ثم يبعد الاختار حسام النجي التونسي للمسكيني ثم الطيب المزياني حسام الزرلي كالظل لهيثم الجويني يتخلص المره هذه كره طويله تبقى للترجي التونسي تمشي للليبي من اليمين لليسار الى الهودي حمدي الهوني يتخلص من وسيم العلوي يتعدى يدخل 18 يسدد وكره بعيده كرة بدون عنوان بحس عبد القادر شوية شوف التخلص يتعدى يفسخ وسيم العلوي حمدي الهوني لكن كورته بعيدة في سماء اولمبي جابت امور فنيه بحته تكتيكيه للقاء دربي. هذه كره مزيانه اختار لصالح السيده شو يعمل البوركيني ممتاز جدا ربي الجريتي شنو يعمل البوركيني درامي ميكيلو يضيع بطريقه عجيبه وغريبه ورامي جريدي يقول لا والف لا. شوف الصوره كره في الظهر راس درامي ميكيلو هو الحارس رامي جريدي يقول شابو موجود في ينقذ الموقف. هجمه تعود الترجي التحضير ممتاز مازال اختار لصالح الترجي وكوره جول بالمقياس بالتوقيت والثواني تخسر منا تاخذ منا. كانت هجمه لمستقبل جيبس بعد ما كوره ضيعها درامي ميكيلو. هذه الباس وخدمه مزيانه بين سعد ثم القادم من الخلف يسجل اولى اهداف الترجي التونسي. يحذر سعد بقير هيثم شكون قادم من الخلف يسجل الهدف الاول للترجي التونسي. صوره ما عندك تلومك على المهاجم درامي ميكيلو ضيعها مع تصدي رائع لرامي جريدي هجمه لصالح الزيزه شاك مدينه التوزيع واللمس والركنيه. امير العيادي يقول ركنيه لصالح اصحاب الارض والجمهور لصالح الزيزه واحد بلاش تغير السكور تغير السيناريو. هذه كره وسيم العلوي تلمس الكره في الكاميروني فرانكو يعني في ثواني معدوده تغلط تخلص على البلاصه مع الترجي. هذه كره الرائد الاول هوني يرجع على التغطيه وهجمه لصالح الترجي التونسي. سعد بكير كره طويله في الظهر الى الليبي حمدي الهوني يتخلص مره اولى ثم مره ثانيه والمخالفه الرايه والاشاره واليد موجوده. هذه يكون مخالفه لصالح مستقبل جيبس في الدقائق اللي ما زالوا 39 دقيقه لعب. هذه الصوره هذه الكره هذا التدخل هذا ايضا قرار حكم الساحه امير العيادي يقول مخالفه مزيانه كانت مع طيب المزياني وتدخل عبد العربيه دخول محب ثاني من جماهير مستقبل جيبس في توقيت لحد الان 40 دقيقه لعب لحد الان. هذه الصوره التدخل الامني دخل لاخراج حبايا المستقبل اللي دخلوا للملعب في اللقطه الاخيره. تركنا 4 دقائق لعب لحد الان بصفاره الحكم امير العيادي ومحمد بزايد وغاسي جلول والحكم الرابع حسام الحاج علي. هذه كره ستعود بضربه مخالفه لصالح الترجي التونسي بعد تدخل اللي صار على حمدول هو مهاجم في كل هجمه موجود وسيم العلوي بالنسبه ممتازه كره في الظهر درامي ميكيلو يحاضر شنو يعمل وغريبه جدا لمهاجم السيسا. هذا يا درامي ميكيلو بالطريقه هذه ليس بهذه الشكلات تسجل الاهداف ليس بالطريقه هذه ممكن تغلط بها رامي الجريدي. النجم على كبر يلمسها كما جات باس لكن التدخل الدفاعي ينقذ الموقف بعد الكره مع
مخالفة حسب صفارة الحكم امير العيادي. كل مخالفه لصالح ابناء الارض والجمهور لمستقبل كابس بعد التدخل الاخير اللي صار من مهاجم الترجي عيثم الجويني على فراس خومه. مسكيني يبحث عن المسانده، محمد المسكيني كره في ظهر ممتاز العمليه، التحضير يقطع الكره، عبد القادر شويه يقطع الكره. شوف الباس من المسكيني بظهر المدافع المسلمي الجويني. مره هذه تدخل ممتاز من عبد القادر شويه، حارس الزيزه يبقيها بواحد بلاش الى حدود 26 دقيقه.